إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. النهارده يا جماعة أنا عندي مزاج إن أنا أصلح راديو صغير. فتعالى نختار راديو ونصلحه مع بعض. فأنا هختار اللي أنا أصلح ده إن شاء الله. خلاص، هو ده ما هواش اللي هي هو ده باناسونيك أو الناشونال، بس ما هواش الأصلي اللي هو زي ده ناشونال، بس ما هواش الأصل هو يا جماعة عشان نبقوا عارفينه برضه. ده الأصلي اللي هو ده برضه، يعني ده الأصلي وده أصلي، ماشي. وده اللي هو النسخة منه، أكيد صيني يعني، وده نسخة برضه. فهنصلح اللي هي الصيني ده أو جهاز الباناسونيك أو الناشونال ده ونشوف أخباره إيه. وقبل ما يبدأ يا جماعة أحب أفكركم بالقناة بتاعتي اللي هي بتاعة تعليم اللغة الإنجليزية. القناة ديت هتبقى إن شاء الله لجميع الدارسين والمسافرين والجميع الأعمار. والرابط بتاع القناة الجديدة بتاعتي هيبقى تحت اسم الفيديو، فيا ريت يا جماعة ما تنسوش إنكم تدعمونا فيها بالاشتراك. دلوقتي نبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة نعملها يا جماعة نتأكد إن السماعة سليمة. فنجيب الصفارة نجيب الأفوميتر على الصفارة ونشوف نتأكد إذا كانت سليمة ولا مش سليمة. السماعة سليمة يا جماعة، فنبدأ بقى بإذن الله. ونشوف برضه نتأكد إذا كانت حجارة سليمة ولا مش سليمة برضه. سليم. بالنسبة للراديو ده يا جماعة، هو ده حديث شوية لأنه طبعا هو تقليد ما هوش الأصلي، فهو ما بيعتمدش على الترانزستور، هو بيعتمد على اي سي. بيعتمد على اي سي لتقوية الإشارة وتقوية الصوت وتضخيم الصوت يعني. This radio أنا سامع صوت يا جماعة، طقطقة بس مفيش صوت. شايفين؟ ده على طول يا جماعة قبل ما تروح لبعيد، ده على طول مكثف. اللي بيعمل المشكلة دي هو مكثف. تعال نشوف بقى المكثفات، نفحص المكثفات يا جماعة. لازم نكون حذرين يا جماعة عشان ما نكسرش اللي هي البوردة اللي تحت. وش كده نطلعها. Here we go. اهو يا جماعة، يا ترى أنا مكثف بقى اللي هي إيه اللي بايظ. أنا شايف اللي هي الأزير رايحة من هنا من على مكثف. شايفينه؟ شايفين يا جماعة؟ اهوت في هو طالع أساسا. فنشوف نركبه ونشوف الأخبار إيه. لازم أطلعه الأول يا جماعة وبعد كده إيه أحطه مرة تانية.
لاحظت برضو هنا يا جماعة اللي فيه الزر مش محطوط كويس، شايفين؟ فنلحم دي تاني. الوقت نشوف هنا يا جماعة كان هنا برضو في الزر مش شال. تعالوا الوقت نجرب، ممكن يكون في حاجة تانية فيها الزر مش شال، بس تعالوا نجرب الأول نشوف الأخبار ايه. ساوند شغالة يا جماعة، سامعين في إذاعة القرآن الكريم. لاحظت برضه يا جماعة اللي الصوت بيجي ويروح. بصوا لقيت ايه اللي فيه كسر هنا موجودة في السماعة، هي موصلة بس بصوا فيه كسر هنا، فمحتاج ان انا ابدل برضه السماعة ديت. انا جبت سماعة تانية يا جماعة، اتمنى اللي هي تبقى مناسبة. والسماعة ديت التانية كانت ربع واط، اما ديت نص واط، فممكن يبقى صوتها افضل من اللي هي من الاولانية، مش هيبقى اضعف ما تخافوش. مش مناسبة يا جماعة، احنا عايزين واحدة اصغر شوية، عايزين الراس بتاعتها تكون اصغر شوية. اعتقد ده يا جماعة هتبقى مناسبة، بس برضو تمام. نفحصها الاول كويس، شغالة كويس، فنبدلها ودي هتيجي هنا. طلع دي تاني. It's perfect now after replacing the speaker. هو ممتاز دلوقتي يا جماعة بعد ما غيرنا اللي هي السماعة. محتاجين برضو يا جماعة اللي احنا نرش اللي هي المكثف المتغير والبتاع الراديو مفتوح، نرشه WD-40 عشان زكينا. دلوقتي يا جماعة أنا هشيل ديت وأحطها هنا، وده لأن هو متكسر، فده ممكن أخليه قطع غيار، مش لأنه مكسور من هنا ومكسور من هنا، فده خليه قطع غيار. هو بايظ عموما، فخليه قطع غيار وأشغل ده، لأن ده اشتغل خلاص اهوت. هاخد بس اللي هي الجزء ده وأحطه هنا. هاخدها اطلعها من هنا يا جماعة، احطها في الراديو التاني. هي تيز بيرفكت يا جماعة، هي بتاعتها فعلا. هركبها وارجع لكم تاني. وأنتما معا تسعيان إلى زيارة وده الشكل النهائي يا جماعة. بس دلوقتي يا جماعة ده الشكل النهائي، ودي كانت نهاية الفيديو بتاعنا. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد مع حاجة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.